فيديو النهارده مختلف شوية. أنا حاليا رايح أملى مية. درجة الحرارة النهارده -24. الجو عامل ازاي؟ تلج تلج تلج. ولكن خلونا نجرب ونعمل مقارنة بين المية في موسكو والمية هنا. يعني أنا حاليا آخر مرة في موسكو اشتريت مية كانت عاملة 1000 روبل. فخلينا نشوف ال5 لتر أو ال10 لتر دول هيكونوا ب1000 روبل فعلا ولا لأ. أنا من الناس اللي دايما بتحب تشتري مية في مطارات، في كافيهات. ما تسألنيش ليه، ولكن أنا بحب إن أنا يعني أجرب أي مية في أي مطعم في أي مكان موجودة، فلازم أجربها وأشتريها. ففي فيديوهات كتير مصورة في المطاعم عن المية وكده، فخلونا نجرب ال10 لتر هتكون أغلى ولا أرخص من المية اللي ب1000 روبل. وهنا كنت بحدد إن أنا محتاج فقط 5 لتر، لأن كل واحدة فيهم 5 لتر، فال5 لتر عاملين 20 روبل. فأنت ممكن تستخدم الفيزا أو ممكن تستخدم عملات معدنية لو معاك عملة معدنية، أو ممكن تستخدم أبل بي ولكن حاليا معذورة. شغلت غاز الأوزون بحيث إن هو يعقم المية قبل ما تنزل ويفلترها، ولو في فيروسات أو ميكروبات يقتلها على طول وتخلص منها. تمام. فبيكون معاك 10 ثواني إن هو يعقم المية. بعد كده بيبدأ يخصم من الفلوس اللي معاك. في روسيا احنا دايما بنشتري مية، لأن مية الحنفية دايما زفرة ومش أحسن حاجة، فاحنا دايما بنشتري مية. صدقوني المية بيكون لها طعم، ممكن احنا مش بنلاحظ كده ولكن بيكون لها طعم. المية دي أنا اشتريتها من مطعم كان بيقدم لحم خيل، فكان عامل حوالي 600 روبل. مكانتش أنقى حاجة ولكن كانت مقبولة شوية. دي كانت عاملة حوالي 800 روبل. كان طعمها بصراحة نقي وكان طعمها حلو، فما كانش فيها أي زفارة، كان طعمها كويس إن أنت عايز تشرب تاني. يعني ممكن السعر بيختلف عشان الأماكن وكده، ولكن كان طعمها مقبول يعني، وكويسة ونقية كده وحلوة. دي المية اللي أنا شريتها ب1000 روبل. وكان في الباشمهندس محمد صديقي كنا اشترينا عصير برضو كده، كان عامل حوالي 900 روبل أو 800 روبل. فضلنا نضحك عليها من حجمها الصغير. الفكرة كلها إن الحاجة غالية عشان بس موجود في الساحة الحمراء في موسكو، وهنا كانت الفاتورة جبنة حياة عادية خالص. هي عادية 400 روبل عشان بس في المطار 400 روبل. ده نوع كمان اشتريته في بيتر، كان كويس، كان عامل حوالي 800 روبل أو 900 روبل حاجة زي كده، مش فاكر بصراحة المبلغ بالظبط. فكان كويس، كانت مية نقية، كان طعمها حلو وكانت حلوة يعني. ده نوع كمان أفتكر إن هو كان بحوالي 500 روبل. كان مطعم كويس وكانت المياه كويسة فيه. بصراحة بعد التجربة دي اكتشفت إن السعر مش دايما بيعكس الجودة. مياه المطار غالية لمجرد إنك في مكان مغلق ومفيش اختيارات كتير، فأنت ممكن تشتريها من السوبر ماركت لو أنت مسافر مثلا، أو مكان مش غالي. ولكن أنا عشان شخص بيحب يجرب حاجات جديدة، وبالأخص المية، أي مطعم لازم أدخل لازم أشتري المية الموجودة فيه، لأن ده عادة فيا أو أنا بحب كده. ولكن ما انصحش حد إن هو يعمل حاجة زي كده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. لو عندكم نوع مية معين تنصحوني بيه أجربه في الفيديوهات القادمة اكتبوا لي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت وشير، وما تنسوش تصلوا على النبي.